تطبيق الحدود الشرعية بين الواقع الذي وصل إلى قول إن حكم جبهة الإنقاذ في شريعة الله هو القتل. من يخرج على الحاكمين ويريد إسقاطه حكمه في الشريعة الإسلامية القتل. يعني هذا ينطبق على من سار على مبارك. هذا مع الحاكم الصالح غير الفاسد غير المبتدع غير الظالم بإجماع أهل العلم. أما مبارك فقد كان حاكما ظالما ومن سوى بينه وبين هناك ملايين في الشارع ينظرون إلى الحكم الحالي بأنه حكم فاسد. مبارك كان عميلا لأمريكا وللغرب. هذا الكلام مرسي ليس كذلك. هذا الكلام سهل أن يقال الآن، ولكن لا لم تقله في السابق زمن مبارك. لا نعم أنا قلت هذا. أين؟ اللي قدام قصر الاتحادية سابوا الخيم ومشوا لما الإخوان والسلفيين نزلوا مشوا. نعم. ومن فضل الله عز وجل وهم داخلون إلى الخيم كانت قناة الجزيرة قدرا تصور معهم فرأت ما رأوا ولم يسبق أحد قناة الجزيرة. واليوم قناة الجزيرة متهمة أنها واقفة إلى جانب الإخوان والتيارات الإسلامية. قناة الجزيرة وتسوق لهم. متهمة من الكل. نعم. متهمة منكم ومتهمة من الجانب الإسلامي. منا؟ يعني من الفصيل العلماني أو الفصيل يعني الإعلامي. نفطني. لا يعني لا نبدأ الحلقة نفطني. لا يا أخي الله يعزك. لماذا نرفض هذا الجانب عند باسم يوسف ولم ترفضه عند نفسك؟ سخرية من الناس بهذا الأسلوب هذا عمل لا يرضي الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس يوم القيامة من يكذب ليضحك القوم. أول ما كلمت عن باسم يوسف فقال هداه الله بعد ما قال عليه شاذ جنسيا وقال عليه مش راجل وابو جهل هو من راجل. أنا لم أقل إنه شاذ جنسيا يا أخي، كنت أتكلم يا أخي الفاضل عن الشواذ وزواج رجل من رجل. قلت بالنص هل ينفع علي يتجوز فرغالي؟ ما ينفعش فرغالي ينفع باسم. ائتني بكلمة سببت فيها. قلت له انت مش راجل وابو جهل هو اللي الراجل. قلت مش راجل ليست هذه رجولة. لا تعرف أن يا أخي اسمع بقى تعلم. صح تعلم يا أخي. إن حلق اللحية الذي أنت فيه من خوارم المروءة في الإسلام. طبعا هي المشكلة كلها في شوية الشعر. هل حضرتك بتطالب بتطبيق الجزية على المسيحيين في مصر؟ لو طبق شرع الله عز وجل لكان أسعد الناس النصارى. الأستاذ نجيب ساويرس عنده مليارات، عارف الدولة ما تاخدش منه زكاة وتاخد من المسلم زكاة المليارات 2.5% يعني مئات الملايين. الدولة لا تجمع الزكاة، الدولة تجمع الضرائب. هذا في إسلامنا واجب. انت مش بتقول انت حامل قرآن؟ ازاي تقول كده اصلا؟ احمل كتاب الله ويشرفني هذا. يشرفك ازاي ودي اخلاقك ازاي؟ اخلاق اسلامية يا شيخ. صح فعلا اخلاق اسلامية. هذا هو الاسلام الذي لا تعرفه انت. الاسلام بتاع الشتيمة. عندنا في ديننا في اسلامنا لا يجوز لشيخ يقول قال الله وقال رسوله ان يجلس مع امرأة متبرجة غير محجبة، يعني لا يجوز. الرئيس مرسي يسأل أيضا عن جلوسه مع مذيعة غير محجبة. وقلت هذا على الهواء. إذا امرأة يعني طبقت كل قوانين الشرع عليها من اللباس والتصرف وما إلى هنالك، هل تقبل بها رئيسة للجمهورية؟ لا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم خاب قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا أقبل أن يكون نصرانيا رئيس لمصر. اهلا بكم من جديد في اجرأ الكلام. نتابع هذه الحلقه مع الدكتور محمود شعبان استاذ البلاغه والنقد الادبي بجامعه الازهر، والدكتور اسلام البحيري رئيس مركز الدراسات الاسلاميه في مؤسسه اليوم السابع. دكتور اسلام، ماذا لديك بعد من اعتراضات على ما ورد النقاط الاول فيها حاجات كتير قوي يعني انه ما يقعدش مع امراه مش عارف هيحكم على الناس. يعني اسالك سؤال، تستطيع انت ان تجلس مع امراه متبرجه؟ عندك حلال؟ اسالك سؤال شرع، ما بتكلمش عن اشخاص دلوقتي. انا بسالك، انت لما تيجي تقعد مع واحد تقول له انت ما بتصليش بسالك تجلس مع واحد لا بيصلي ولا لا؟ انا بسالك تجلس. انا بسالك انت. انا جاي اسالك انت. في اسلامك الذي تعلمته يباح لك ان تجلس مع امراه متبرجه؟ طبيعي، لان لا يباح لي ان اسال الناس عما يفعلون. هي متبرجة أمامك. طب والذي لا يصلي تسأل عن مكنونها في قلبها. ما تزعقش يا شيخ محمود. الذي لا يصلي تجلس معاه ولا لا؟ لا تجلس في الحوار. كلمة واحدة. هي لا تحتاج سؤالا. لا. المتبرجة لا تحتاج سؤالا. واحد أعلن قدامك إنه لا يصلي تجلس معاه ولا لا؟ يا أخي أجلس. الصلاة أكبر من الحجاب.
اباح لنا ربنا ان نجلس مع الكافر. كل واحد الكافر اخلاقه الاول. يا اخي اتق الله لا تدلس. الدين ده منين؟ ارد على سؤالك. ما هي طبعا ما فيش. ارد على سؤالك. اتفضل. أباح لي الله أن أجلس مع الكفرة ومع النصارى ومع اليهود وأن أحاورهم مسلم. والمسلم العاصي أجلس معه والملحد أجلس معه. امرأة متبرجة لا أجلس معه لأن النظر إليها حرام. إنما الكافر النظر إليه ليس حرام. متأكد؟ أما تغض بصرك والمشاهد لن يستطيع غض بصره. لا 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 هذه إعانة على معصية. أنت عايز تحكم على الناس في أفعالهم قبل ما تقعد معاهم؟ أنت جبت الدين ده منين؟ الفعل ليس قبل الجلوس وإنما واضح. ده ربنا قال لسيدنا محمد لست عليهم بمسيطر. يا أخي الفاضل هناك فعل ظاهر من صاحبه وفعل يسأل عنه. المتبرجة فعلها ظاهر. واحد قال لك أنا لا أصلي بس عايز يقعد أجلس معه. اشمعنى؟ لأن النظر إليه ليس محرم. عشان فتنة وبتاع وعار وكده. بقول لك إيه؟ قبائل الشيطان. طيب نكمل بس. لا ده في حاجة مهمة جدا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا قطعا في سنة النبي ما قالش تسخب من حديث النبي. النبي ما قالش حبائل الشيطان. طيب نرجع بقى للموضوع. بص بقى هو دلوقتي قال انت سألت سؤال لطيف جدا. السؤال ده هيغير مجرى الحلقة. هو انت قلت له طيب الخروج على اي حاكم استثبت له الامارة. على فكرة الشيخ علاء السلفي اللي كان قاعد مع علاء عامر قال له جوه الحلقة اللي هو قال فيها الكلام ده قال له لا مرسي ليس اماما ودي مش بيعة. يعني نقض كلامه. كان ينقض إمامته للمسلمين وأنه أمير المؤمنين وأنه خليفة. وقال لك دي مش بيعة. ورددت لم أقل هذا. قلت أنا ما قلتش خليفة ولا أمير المؤمنين. والبيعة. إنما هو ولي أمر. البيعة هو ولي أمر. ولي أمر عام أعظم الإمام العظمى. لا طبعا. طيب يبقى كل اللي أنت قلته في الحديث من حكم ما تسميه أنت الشريعة لا يجوز في الناس اللي ترجمت. صديق حسن خان قال الأحاديث تطبق على ولي أمر البلد عند انعدام الخليفة. حتى لو سلمنا بكده. هو سألك سؤال تاني دلوقتي هيغير المجرى جامد. اتفضل يا حبيبي. السؤال لا مش حبيبي اسمي دكتور إسلام. اتفضل يا دكتور إسلام. السؤال الخروج على مبارك بالأحاديث اللي أنت مسكتها دي وقريتها يجوز ولا لا يجوز؟ أنت قلت مبارك ظالم ووحش وكل حاجة. طيب الخروج على الحاكم الظالم يجوز ولا لا يجوز؟ أنا هجاوب عنك. لا ما تجاوبش انا اللي جاوب. صحيح مسلم. ما تجاوب. لا انا لازم اقول. انا اللي جاوب. لو سمحت سالت وانا اجيب. وطي صوتك لو سمحت يا دكتور يا استاذ قولي بعد اذنك. لا انا هقول له بس عشان انا هقول له النص عشان يجاوب عليه. الحوار له ادب. تسال اجيب. مش انت اللي بتدير الحوار. توني اللي بيدير. انا بساله وطي صوتك. مش انا بدير الحوار. خليه يجاوب. اتفضل. الخروج على الحاكم الظالم بالاعتضاد عمل معروف. باتفاق اهل العلم من علماء اهل السنه الحاكم الكافر كفرا بواحا يجوز الخروج عليه بشروط كافر. يا اخي اسمع يا اخي. لا تقاطع. كويس. الحاكم الكافر يجوز الخروج عليه بشروط 5. 1 أن يكفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. 2 أن نقيم عليه الحجة. 3 أن نكون قادرين على إزالته. 4 أن نكون قادرين على تولية صالح مكانه. 5 أن ألا يترتب على الخروج عليه شر أشر من بقائه. هذا باتفاق أهل العلم. الفاسق الظالم المعلن بفسقه المبتدع المعلن ببدعه ببدعته الذي عم ظلمه الأرض والبلاد والعباد. اختلف العلماء إلى رأيين. الجمهور يا أخي أكمل. أنا عندي حديث النبي. يا أخي انتبه وتعلم. يا ابني أتعلم منك أنت. اسكت. تعلم. عيب اسكت. اختلف العلماء. أتعلم منك. بعد إذنك دير الحوار بعد إذنك. أنا بجاوب السؤال برد على السؤال. اختلف العلماء إلى فصيلين. الجمهور على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم ومعهم أدلة ونصوص. وبعض أهل العلم أجاز ذلك على الفاسق الظالم الذي عم البلاد والعباد. واستدلوا يا أخي أكمل. واستدلوا بفعل سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل عبد الله بن الزبير وبفعل 12 من الصحابة أقروا جواز الخروج على الحاكم الفاسق وعندي أسماؤهم. وليس هناك اتفاق على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم. نقل 4 من السلف الطبري وابن مفلح وابن حجر نقل الخلاف في هذه المسألة. لكننا ندين أن الرأي الراجح الذي عليه الجمهور هو عدم جواز الخروج. لكن هناك رأي آخر يقول بجواز الخروج. له سلف من الصحابة ومن التابعين. اتفضل بس مش عايز اتفضل. اوكي خلي بالك ان هو ما قالش الرأي ده غير لما انا قلت له ان هناك لا يجب ان نخرج حاكم الظالم. هو في الاول قال لك يكفي ان مبارك ظالم نخرج عليه. دلوقتي رجع في كلامه وقال لا ما برجعش في كلامي لو سمحت. الناس شاهد. ما تتكلمش عليا لو سمحت. ما تقاطعنيش. انت ما جبت سيرتي عشان بتعرف في العربي. انت ما بتعرفش. اسكت. تعلم ادب الكلام لا تقاطع. لحظة خلينا نحافظ على لياقة. ما هو بيقطع في كلامه. ما جبتش سيرتي ما قطعكش. يعني ما جبتش سيرتك على بنات. لا تتهمني بباطل. اسكت. المهم ما جابش سيرة الحاكم الظالم ده على الخروج عليه خالص غير لما انا اتكلم.
يا اخي ده حكم كمان. شرعي. وبعدين قال لك ايه بقى في النهايه بقى خلاصه الكلام، قال لك الجمهور على اننا ما نخرجش عليه، يعني الخروج على مبارك كان باطل، معمول على باطل بباطل، فاصلا حكم مرسي كله باطل، والا بقى يا اخي ما ندخلش الدين لما في قلت حته هذا قلت المساله فيها رايان، الغالبيه إيه؟ العظمى وهذا راي اخر ليس اجماعا. يعني انت على انهي راي؟ قلت الاقل ينتقد به الاجماع. انت على رايي. ما صلتك بي؟ لا اله الا الله، ما احنا بنناقش اراء مين؟ ما صلتك بي؟ احنا بنناقش اراء مين؟ انت تتكلم في باطل تدعيه. انت بتناقش، احنا بنناقش اراء مين غير ارائك اللي حضرتك طلعت قلتها وقلت حكمهم القتل. فرد عن نفسك، انت مع انهي راي؟ بالفساد والافساد واسقاط الرئيس. لا يجوز لإدخال الخروج على البلاد. مبارك بالنصوص الدينيه اللي في صحيح مسلم اهي، حتى لو هناك راي اخر يقول بجواز ذلك. راي واحد ولا الاجماع؟ لا هنا لا اجماع. لا ما في اجماع والله لا اجماع. حديث الرسول ايه ترد؟ عندي الدليل على ان ما فيش ولا اجماع. تنزعوا يدا من طاعه لا ما اقاموا فيكم الصلاه، ده في حديث مسلم. وكان بيقيم فينا الصلاه. مبارك كان بيصلي قدام الناس. اذا اتاكم رجل مجدع لا انا ما كفرته. امال عايز ايه؟ اسمه محمد. عليه ليه؟ ايه؟ لانه ظالم مستبد. انت خرجت عليه انا ما شاركت في الخروج. طب نسيت. انت مش نسيتوا خدتوا الكريمه بس. خدنا الكريمه. النتيجه طيب هو دلوقتي ظالم ولا فاسق؟ لما فاسق وظالم ليس الخروج عليه، والحديث ده لا. ايه؟ صحيح مسلم. طب اقرا حديث باب خيار الائمه وشرارهم. طب تسمع يا حبيبي في صحيح مسلم. اعلمك حاجه لله يا اخي الفاضل. قول لي باسمي. انا مش حبيبك، لما اقول لك حبيبي بقول انسان، قول لي يا استاذ يا اخ. خليك متأدب يا اخ. كمل. انا اعلم الدنيا الادب. طيب يا سيدي الدنيا عارفه ادبك الحمد لله. الحمد لله. ادب الذي لا تعرفه انت. طيب يا سيدي احترم نفسك عشان انا عايز اتأدب بأدب الحوار. انا بقول لك كلام تحت الهواء. انا اتأدب معك. فاهم؟ تحت الهواء ممكن انصتك جدا. لان هذا خلقه. اما هذا الذي تقوله ليس خلقه. الحمد لله مفيش فرق عندك على الهواء وفوق الهواء. لا على الهواء. ليه؟ لانني محيط. صح. لأنني لا أتلون. لأنني لا أتلون. ليس لي 100 وجه مثل أناس كثيرين. وحمضين مش راجل. لا أتلون. كلهم مش رجالة. ما أنت قلت حمضين أهو. ما أنت اللي بتقول ده كلامك. أنا ما قلت حمضين، قلت حمدين. وإبراهيم عيسى أبو حمدين. أي حد عنده إبراهيم عيسى سخر من كتاب الله عز وجل. لما قال ما أغنى عني سلطانية 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 سلطانية، أليس سخرية من آية في كتاب الله؟ من كتاب الله ولا من اللي كان يستخدم الآية أصلا؟ يا راجل اتق الله. يقرأ آية ويسمع يعني إبراهيم عيسى كافر؟ سلطانية كافر ساخر من كتاب الله. كافر. لا تكفير المعين لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. تكفير معين. القول ده كفر. من يسخر من كتاب الله كفر. من يسخر من رسول الله بس. من يسيء إلى كتاب الله كفر. من يسيء إلى رسول الله كفر. من يسيء إلى دين الله كفر. بس المعين ليس كافر. سيبك من المعين، يعني ده كفر. الحمد لله. هذا الفعل كفر. جدا. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما تخلصش لا تعتذروا قد كفرتم بعد عيب عليك خلط التثبيت على الناس. هو دي السخريه اللي مقصوده في الايه يا راجل. عيب عليك. امال ايه؟ عارف الايه معناها ايه؟ اتحداك ان كنت تعلم فيما نزلت الايه. الايه نزلت فيما هو اقل من ذلك. ايه بقى اتحداك ان كنت تعلم. يا ترى ايه قول لي على القران. لا قول لي. كان مسلم. قول لي نزلت في مسلم. رد. نزلت في من عنوانه الاسلام. لا مش عنوانه، ما تقولش عنوانه. نزلت في المنافق بس كده. عنوانه الاسلام. ما نزل بعنوانه. ربنا عارف يخاطب بصفه الاسلام. يا اخي الله يعزك. زي ما قلت عارف الايه نزلت في مين؟ انا هقول لك حاجه اتحداك. الحلقه كده هتبوظ. بقول لك اتحداك. عارف الايه؟ ان كان لك علم بسبب نزول الايه. بص يا اتحداك. اسمعني يا شيخنا، اسمعني بس. انا عايز اقول لك بس حاجه. نزل في منافق ونزل في مسلم. انت قلت في منافق. خلص الموضوع. المنافق ده عنوانه الاسلام. انت تعرف ان ابراهيم عيسى منافق عشان تحطه في الايه دي؟ لا يا بابا لابد من توفيق من توفر شروط وانتفاع موانع. ما انت قلت عن الناس سفهاء، وقلت ربنا هو اللي بيقول سفهاء. عرفت منين سفهاء؟ قلت ربنا بيقول هناك فعل سفيه، انما الكفر لابد له من شروط. يعني ايه فعل سفيه؟ فعل ربنا لما يقول الا انهم هم السفهاء، ربنا كشف عن قلبه وعقله وعارف انه سفيه. لكن انت مين؟ انت مين؟ اتق الله. ما انا بقول اتق الله. اتق الله. القران يرد. انت مين عشان تقول على حد فرد القران عليه. انت مين عشان تقول على حد سفيه؟ تعرف منين ان هو سفيه؟ الافعال يا اخي. يا راجل على كده بقى. والله لا صلة لك بالشرع لا من قريب ولا صلة لك بالشرع لا من قريب ولا من بعيد. على فكرة انت في الاحوال العادية مفيش يا حبيبي يا اخي الفاضل مفيش حاجة اسمها. كمل. انا مش حبيبك، بفكرك رابع مرة، مش معقولة تنسى. ولا يشرفني هذا. طيب يا سيدي ما تقولهاش تاني. ولا يشرفني. كمل بقى كلام. انما من ادب الذي تعودت عليه. لا كلمة حبيب مش ادب. كمل.
مفيش حجر على السفيه حضرتك؟ لا مفيش حاجه على السفيه الا بشهاده المحكمه، لكن انت مين عشان تقول على شهاده المحكمه عباره عن ايه؟ بتاخد بايه؟ ده قاضي، انت مالك بتاخد بواقع؟ ده قاضي، مش ده قاضي له قرائن وادله وشهود. يا اخي رد. لكن انت مين؟ مش بتاخد اي حد عندك افعال؟ انت ما قلتش على باسم يوسف بالمناسبه تاني انه كل من يحارب شرع الله فهو سفيه. هو باسم يوسف بيحارب شرع الله؟ كل من لا يريد الشريعه ايوه قول اللي عندك، قول اللي عندك اكتر. ده كفر. كل من يحارب شرع الله فهو سفيه. والله مبسوط جدا بيك على راي حازم ابو اسماعيل. يوصل بقى للنقطه اللي بعدها. بص بقى هو قال ايه؟ قال الراي الغالب ان الحاكم الظالم نصبر عليه اللي هو كان مبارك، وبعدين قال لك اصل في راي واحد نطلع عليه، ماشي هو بقى مع الراي ده عشان صدهم في الاخر. انا بكذب؟ هقول لك بقى حاجه احلى. اهل العلم. لا مش بتكذب. بص بقى هقول لك حاجه احلى. بما ان احنا دلوقتي بنحتكم لصحيح مسلم والمغني ابن قدامه، دي كتب اللي هو طالع بيها في كل البرامج، بس عايز اقول له حاجه بدي اقفل هذه النقطه وانتقل الى نقطه اخرى. ما هي النقطه بقى اللي جايه، نقطه الخروج عن الحاكم بدي اقفلها، ما بدي ارجع. هو قال ان الاجماع على اللي انا قلته مش اللي هو قاله، بس في راي ما قلت الاجماع. طب قلت ايه؟ جمهور اهل العلم؟ يبقى الجمهور على رايي ولا لا؟ لو انت طالب علم تفرق بين هذا وذاك. الجمهور على رايي ولا لا؟ الجمهور على رايي ولا لا؟ قلت الغالبية على هذا الرأي، وهناك رأي ينتقد به الإجماع. شكرا. ينتقد به الإجماع. طيب بدنا ننتقل إلى نقطة ثانية، شو هي النقطة بدنا نحكي فيها هلا؟ هو دلوقتي قال ان حكم جبهة الانقاذ اذا راح لاهل الحل والعقد، على فكره اهل الحل والعقد دول هم الازهر اللي هو بيشتموا. بيقول عليه علماني. اتق الله اتق الله. انت ما قلتش كده دلوقتي؟ اتق الله. ما قلتش علماني الازهر؟ اتق الله بتقول اهل الازهر، انا ما تكلمت عن كل شيخ الازهر. شيخ الازهر بس قلت الوثيقة فيها علمانية. لا انت شيخ الازهر قلت لازم يمشي دلوقتي استمارة 6، ما قلتش استمارة 6؟ قلت نتمنى من وقلت ان هو لا يريد اسلاما ولا شريعة. قلت يا اخي الفاضل طب ده الازهر اللي انت عايز تتكلمه في جبهة الانقاذ. خلاص جابت علماء ناس محترمة علماء احسن من شيخهم. طبعا. يا ده انت في هيئة كبار العلماء مدح واعلم من الدكتور الطيب. ده عظيم جدا، وعلي جمعة يغور في ده. طيب نرجع بقى للي هو قاله. انا موافق يعني حل الوقت. تعرف ما اقول. صحيح، برافو عليك. لو كنت طالب علم شرعي لعلمت ما اقول. انت في الظروف العاديه تبقى عندي طالب وطالب خايف في المحاضره، بس انت معلش والله لا يشرفني ان تكون طالب علم. وانا اشوفك اصلا في المحاضره معدي. ولا انا. نكمل بس الكلام. بص بقى هو قال لك دلوقتي على اعتبار ان اهل الحل والعقد اللي هم الازهر دول ناس كويسين قوي وجمال، وهنرجع لهم كبار العلماء يا اخي. يا سيدي خلاص هنرجع لهم نقول لهم ادي قول رسول الله اللي انتم ما تعرفوش نسيتوه، وارجعوا بقى شوفوا. انا ما قلت ما تعرفوش يا طب بص بقى جبهة الانقاذ اللي هي المفروض خارجه بقى مش بس بالاعتراض بالسلاح. بص بقى حكم النصوص زيه كده كلمه حكم بالظبط مش فتره. بص بقى ابن قدامه اللي هو بيستشهد بيه اليف المغني. والله قلت كلام ابن قدامه كاملا. لا ده كلام في حته ثانيه خالص. بص بقى لو حاكم واحد جه خرج على الحاكم بالسلاح والسيف، بص بقى حكمنا ايه زي جبهة الانقاذ. بص قال وجملة الأمر أن ما اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته لما ذكرنا من الحديث والإجماع. ده الكلام اللي يوافق. وفي معناه ما ثبت إمامته بعهد النبي أو بعده أو قبله فإن أبا بكر كذا كذا. بص بقى بص الحتة دي. ولو خرج رجل على الإمام فقهره، يعني لو جبهة الإنقاذ خرجت على مرسي وشالته من قصر الرئاسة رميته بره خلاص، فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله بالنصوص الدين. يحرم يا سيدي خلاص. لا انا بعرف اقرا كويس والله ما بتعرف تقرا. بالنصوص اللي هو جابها والله قرات حقها تخش قصر الرئاسه تشيل مرسي بره وتجيب الناس. اتق الله انت تدلس والخروج عليه. والله ما فهمت ما تقرا. بص بقى مثلا والله لا تفهم. لا هو هيشرح لك ولا تجيد ان تقرا. طب اشرحه لنا انت. والله ما فهمت. طب قول انت. انا بقول لك انت مش فاهم حاجه. لا انا مش فاهم، عايز اتعلم منك. انت بتقول يجوز لجبهة الانقاذ ان تدخل وتفعل. لا هذا باطل. لا جبهة الانقاذ يجوز. جبهة الانقاذ عملت زي ما ابن قدامه كده بيقول ان خرج رجل على الامام وقهره بسيفه وطلعه من مكانه وقال انا الامام. عارف هو بيقول ايه بقى؟ بالنصوص النصوص اللي هو احتج بيها. هذا كلام اهل العلم ليس حديثا ولا آية. والخروج عليه. بص بقى بص بقى المثل اللي هو اداه. فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد اللي هو مؤسس الدولة الأموية واهلها حتى بايعوه طوعا وكرها فصار اماما يحرم الخروج عليه. تخيل. ثم ان هو بيقول كلام اهل العلم. انت كلام النووي اللي قلته مش كلام النبي. شرح النووي ما هو كلام اهل العلم. مش معنى بدي كلام اهل العلم. ذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رايك في كلام المغني؟ ايه رايك في كلام ابن قدامه؟ فوق دماغي من فوق يا حبيبي. يعني نعمل كلام مثلك لا يفهم مثلك لا يفهم. لا طب اشرح لنا. خلي والله لا تفهم. دعنا نتوقف مع فاصل. بعد الفاصل نعود لنتابع. لنتابع أجراء الكلام كما تركنا الحلقة قبل الفاصل.
دائما الحماوي والسخونه بعد مستمره. يمكن هذه اكثر يعني اقل حلقه انا بتكلم فيها. يعني هي اقل حلقه انا بتكلم، بس مش الوقت. لا بس يلا بدي منك شغلي. كنتوا عم تنتقدوا على يعني انتقدك فضيله الشيخ على اللحيه طبعا، وكان عنده راي بالحجاب ودور والنقاب اعتبروا انه هو فرض، وتحدثنا عن دفع المسيحيين للجزيه. طبعا اولا النقاب هو قال ان في رايين وهو بيشوف الراي اللي عليه نقاب وده حقيقي ماشي مش مشكله، بس ملوش ان هو يفرض على اللي امامه ان هو يقعد معاه ولا يقعد معاه. انا فرضت يا اخي حجاب شرعي. انا ما بعودش، انا ما فرضتش على حد. ماشي اقعد انت بقى. انا قلت المساله فيها رايان. يعني ده راي الدوله لو انتوا تملكتوا دولة في دولة تجبر واحدة بالنقاب. طب الحمد لله. ولا الحجاب؟ قول بس رد. الاسلام ما امرش يا اخي بهذا، يعني مش ما امرنا ان نقصر الناس ولا يعني حد قال ان انا تجبروا الناس على الحجاب؟ في حد قال كده من اهل العلم؟ كتير من طيارك يا اخي اتق الله. راجل النصرانيه ولا البس الحجاب والنقاب؟ انا النصرانيه بقول لك مسلمه، ما تدلسش في الكلام يا راجل. هتجبروا المسلمه رد، هتجبروا المسلمه على الحجاب في الشارع؟ ليس من دين الله ان يجبر الحاكم. من دين الله. انا مبسوط جدا بكلامك. ليس من دين الله ان نجبر غير المسلمه على حجاب. انا بقول لك المسلمه، انت سامعني؟ انت بتقول كلام مجبره غير المسلمه، هو عم يسالك عن المسلمه. تنصحها مرارا وتكرارا وتضربها ولا تأذيها ولا تمنعها من لا ما نضربهاش. طب هي ما سمعتش النصيحه، منها لجوزها بقى، راجلها اللي يحكمها، وهينزلها برضه الشارع من غير حجاب. ليكوا حاجه انتوا في الدين؟ تبقى اسالهم بقى، بسال ولي الامر بتاعي. انت مش عارف ترد صح؟ مش عارف ارد. طيب معلش، هو مش عايز يدخل نفسه في المناطق دي انا عارف. طيب قال لك ايه يا اخي اتق الله؟ انت على طول ما عندكش الكلمه دي. هو انت شايفني بعمل ايه؟ بعمل فحش قدامك. سالك سؤال لحظه. ما في الاسلام حاجه اسمها امر. طيب افرض. انت قلت اخلاق. انت قلت تساله ولي الامر، ما تردش انت بقى عني. اخلاق في حال مالكش دعوه، هي مش هتلبس الحجاب. سيدة خلاص براحتها تسال امام الله. سيدة ما عندناش نص بالامر. حلو جميل جدا. يعني في حال فرض الحجاب وسيدة لم تلتزم بالحجاب ونزلت الشارع متبرجة، انا الازهر فرض الحجاب عنه، ما ردتوش عليه ليه؟ لا انا عم بسال. انا عم بسال في حال انه هذه المرأة لم تلتزم ماذا يكون عقابها الشرعي او كيف تتصرفون معها؟ ما تعرفش. انا مبسوط جدا بكلامك. انا مبسوط انك ما تعرفش. مين بيعرف؟ شكرا يا سوني. اسال المشايخ، اسال هيئه كبار العلماء في الازهر. حضرتك مش شيخ؟ طب ما بتفتي الناس ليه؟ ايه؟ ما تفتيش ولا تفتي؟ مش واحد عنده علم بكل شيء، قال ما افتى الناس في كل شيء فهو من لماذا تتهرب من الاجابه؟ لماذا تتهرب من الاجابه؟ اهل العلم. يعني لا يجب يعني لا خايف ان تلزم على علم بكل شيء. بس دي مساله كبيره على رايك انت. طويل بعلم يعرفها. والله ما لا انا طويل بعلم وما اعرفهاش. طويل بعلم وما تعرفهاش؟ ما قراتش والله. لكن يعمل ايه مع غير المحجب؟ طب كويس انك قرات بس قتل المعارضين بس. طيب نرجع بقى لتاني حاجه، اللحيه. طبعا هي امور شكليه. السلفيه وهو بيعترف في حلقاته انهم من التيار السلفي. السلفيه هي ايه بالظبط؟ خلاف في العقيده مخفي وبعيد عن الناس، لان ده صعب جدا وبعيد عنهم دلوقتي. لما يتملكوا الدوله هيظهر موضوع خلاف العقيده، وهو انا تعلمت العقيده الصحيحه خارج الازهر اللي هي العقيده الواسطيه. وبيعتقد ان العقيده اللي تدرس في الازهر اللي هي الاشعريه والماتريديه عقيده باطله. ده كلامه. فتخيل لو دول تملكوا هيعملوا في الازهر العقيده يعني اللي هي ايه بس؟ لو تملكوا ايه الفرق بيننا في العقيده؟ هل عندنا في السلف من يكفر الاشاعره او الماتريديه؟ انا قلت يكفر دلوقتي، انا قلت باطله. خطا. طيب خطا. انت ولا الازهر؟ علمك انت ولا علم الازهر؟ ايه؟ يعني الازهر استقر على ده من حوالي 800 سنه. هناك داخل الازهر من على مثل رايه، وهناك خارج مصر من على مثل رايه. جميل. انت هاجمت عفوا دكتور، انت هاجمت دكتور اسلام ويعني ولمته انه ليس ملتحيا. الاسلام امر ان هذا ليس من علامات المروءه. في كتب العلم في السلف يعني، لكن هذا مما عمد به البلوى دلوقتي. وده ما فيش اراء فيه مختلفه ولا ده اجماع؟ مما عمد به البلوى دلوقتي. لا سيبك من عمد به البلوى، ده اجماع. طالب علم هتفهم انا بقول اجماع. ما هو بص احترم نفسك، انا بكلمك باحترام اهو. فانا ولا تاتي الادب اليك دلوقتي. ما انت بتقول لو طالب هتفهم ايه؟ يعني الكلام ده عارف يعني ايه من عمد به البلوى الاول ولا؟ عموم البلوى دي سيبك منها دلوقتي. انت عارفها طيب؟ لا معلش هتعلمها منك. رد على اللي انا بقول لك عليه. اتفضل والله علمني. لا ما انا مش هاجي لك انت ابدا. رد عليا بس دلوقتي. هل في اجماع على اللحيه دي؟ بس عشان ما تدلسوش على الناس. هل ده اجماع ايه؟ اجماع ان هي تاركها يا اخي مسائل الاجماع تاركها يأسم جدا، حالقها يأسم. جمهور اهل العلم على ان حالق اللحيه لغير عذر. انا بقى على الراي رفيع ده كده على الخروج على مبارك، على انه يأسم. زي انت كده بخدت الراي الرفيع بتاع الخروج على مبارك، انا خدت الراي الرفيع انها من مقتضيات الشهاده. لا سيبك من الكلام ده كان زمان. طيب نرجع بقى للموضوع بتاع الجزيه. بص بقى الجزيه، انت بتقول
انت بتقول اصل انتوا ما تعرفوش يعني ايه الدوله، دي حقيقه، انت ما تعرفش يعني ايه الدوله الحديثه، ما تعرفش يعني ايه المواطن. والله انت تقدر تقول مسيحي ولا تقول نصراني؟ ليه بتقول نصراني دايما؟ عارف ليه؟ عشان طيارك بيجبرك انك ما تقولوش مسيحي ابدا، مش حاجه عندكم اسمها مسيحي. ليه؟ انت قلت كافر دلوقتي، انت عارف لو في دوله نسبة الى المسيح، اما نصراني فملته اسمها النصرانية، سماهم القرآن نصارى. انت بقى على الاسم ليست ده اساءة. لا انت على الاسم هي ده نصراني. ما تعرفش ان هو مواطن راح بس نصراني يعني شتيمة؟ لا انت تعرف ان هو مواطن. رد على الاول. لا مش شتيمه، تعرف ان هو مواطن. لا يفتكر ان انا بشتم. لا تعرف ان هو مواطن. إيه؟ عارف يعني ايه مواطن؟ عارف. انتسابه لايه؟ للدين ولا للارض؟ للدولة. كويس قوي. لما انت بتقول نائب الرئيس، انت لما تقول نائب الرئيس ما ينفعش يبقى نائب رئيس مسيحي، لا الرئيس يموت فيبقى الرئيس بالنسبه له مسيحي، لان ايه؟ لا ولايه لكافر على مسلم. انت عارف انت قلت ايه دلوقتي؟ لو في دوله فيها قانون انت تتحبس لانك حقرت رجل في اهل وطنه. انت تقول على المسيحي كافر ليه؟ لان الله كفره. لا مش صحيح، ربنا اتكلم على العقيده، لكن لما اتكلم عن اهل الكتاب قال يا اهل الكتاب. يا اخي اتق الله. تمام. تدليس. انا اللي بدلس. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا الذين لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح. عقيدة. وقالت اليهود وحتى المسيحيين في عقائدهم مختلفين. وقالت النصارى المسيح ابن الله. كل النصارى ولا مختلفين؟ كل النصارى ولا مختلفين؟ من يعتقد ان عيسى عبد الله ورسوله انت تعرف اعتقادهم؟ انت ناقشت كل واحد فيهم؟ انت ناقشت كل واحد فيهم؟ ما تعرفش انت؟ لا انت مش حقك. يا اخي اتق الله، بطل تدليس على الناس. انا اللي بدلس؟ انا بسأل اهو. انا اللي بدلس؟ ده انت ما قلتش حاجه حق من ساعه. والله لا تعرف الحق. انت ازاي توصف المسيح ان هو كافر اصلا؟ منين والله هو كافر بنص كتاب الله. واهل الكتاب دول مين اللي في القران لما ربنا بيقول اهل الكتاب؟ طب اسمع، طب انت كنت عايز تعلم. لا مش هتعلم منك، اشرح بس. يا حبيبي يا اخي الفاضل الله يهديك، من يعتقد ان عيسى عبد الله ورسوله فهو اهل الكتاب. انا مش دعوه باعتقاده. من يعتقد انه ابن الله او هو الله ممكن ترد او عليا؟ ثالث ثلاثة مع الله. طيب. فهو كافر بنص كلام الله. على حاجه بس معلش. اللي ربنا بيقول لهم يا اهل الكتاب دول مين؟ ليه ما قالهمش يا كفره؟ ان عيسى عبد الله ورسوله. ليه ما قالهمش يا كفره؟ طيب ما قال الكفر لقد كفر الذين. ومن مين اهل الكتاب؟ الذين يعتقدون ان عيسى عبد الله ورسوله. لا اله الا الله. وفي يعني انت بتفرق منين؟ جبت التفريق دي منين؟ هو قال اهل الكتاب الذين يعتقدون. وضعت الايتين امام بعض مستحيل من هذا ذاك. مستحيل. دي بتقول عمر ما اهل الكتاب. هات لي ايه واحده خطوا فيها اهل الكتاب بالكفار في القران كله. ده حكم امال الايات دي ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله. الذين مبهمه زي المنافقين. طب وهم يعتقدون ايه؟ انت بالك باعتقادهم؟ انت تقول ان هو مواطن. انا بقول ما تقول كافر وهو مواطن. كافر يا سيدي يا اخي اعتقاده. نعم. عقيدته كفر. اذا كان انت مش عارف عقيدته، انت مش عارف هو على انهي واحده. ربنا لما جه خاطبهم قال لك يا اهل عيسى عبد الله ورسوله. مالكش دعوه بالنصارى. الراجل نصراني. يا عم انت مالك؟ انا بكلمك دلوقتي على وطن اسمه مصر. انت قلت كافر ورجعت قلت لا. طب القران خاطبهم ما قلتش لا. ما تقوليش انا قلت لا. القران يا حبيبي القران قال من معتقده كذا فهو كافر. مالناش دعوه بده بقى. هو لما خاطب اهل الكتاب عشان هو ربنا علمكم الادب بس انتوا مش عارفين تعلموه منه، قال يا اهل الكتاب ولا قال يا كفار؟ يا اهل الكتاب. طب ما ليه ما بتقولش زيه وما تقولش ان لا ولايه لكافر؟ ما تمشي بادب ربنا. ها لا ولايه لايه؟ لكافر على موسى. انت قلت كده دلوقتي عن النائب بتاع الرئيس. ما هو كافر. كافر ولا اهل الكتاب؟ انت مين فيهم يا عم؟ كافر. اهل الكتاب كافر. نزل عليه كتاب. اهل الكتاب نزل عليه كتاب معتقد وهذا يصبح كافرا. طب في كده في القران ان هو اهل الكتاب وكافر؟ يا اخي اتق الله، بطل تدليس. ما قالش القران لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب يعني قله منهم، يعني اهل الكتاب مش كلهم كفار. ما قالش القران كده. قلت كده قدامك يا اخي الله يهديك. قلت ايه؟ انت قلت اهل الكتاب وكافر مع بعض. يا اخي قلت من اعتقد ان عيسى عبد الله ورسوله فهو اهل الكتاب غير كافر. خلاص الكلام. من اعتقد انه ابن الله او ثالث ثلاثة مع الله او هو الله. امال ايه؟ انا ليا دعوه بالمخاطبه بالوصف. القران قال في مجمل القران كله اهل الكتاب. ليه انت بتقول يا كافر وجبت ان هم اهل الكتاب وكافر مع بعض؟ احنا بنعمل سلطه. من اهل الكتاب من معتقده هذا فهو طب النائب بقى بتاع الرئيس هيطلع من الثاني. انت مالك؟ لو عبد الله ورسوله انت مالك تساله؟ انت مالك؟ هو ده معتقد اللي بيقولوا. مش بيقولوا من الاب والابن والروح القدس. مين قال لك؟ عقيده الصلب وعقيده الفداء. انت مالك؟ هذه عناوين. انت مالك؟ يمكن ليها معنى ثاني عندهم. دي في لا دوله مالهاش معنى. احنا ده الاديان يا اخي. وربنا ما كانش عارف المعنى. يا اهل الكتاب لما نقول اهل الكتاب اتق الله. وان يحكم اهل الانجيل بما فيه. اتق الله. ربنا عارف ولا ما عارفش ان اهل الكتاب كفر ولا مش كفر؟ اطلاق المعرفه على الله لا يجوز. قل يعلم ولا تقل يعلم. طيب يا سيدي انت دلوقتي ربنا خاطبهم على طول القران وعرضه باهل الكتاب، ليه ما تتادبش بادبه؟ يبقى كويس كده.
وما تقولش عليهم كفار، عشان ده حتى غلط قانوني نوديك الاسم. لا والله، لا والله، زي القضيه اللي عندك ليس خطأ قانونيا والله. من يعتقد، انا اقولها، من يعتقد ان عيسى عبد الله، ان عيسى عبد الله ورسوله جدا بيك طلع. من يعتقد انه ابن الله او هو الله او ثالث على فكره مناسبه العقائد انا ما يشتهاش، هو له انه يعتقد ما يريد، وانا بالنسبه له كمان هو يعتقد ما يريد، والدوله له حقوق وعليه واجبات. الدوله ليه؟ طب بتقيس على ايه؟ بتقيس على ايه؟ على الامامه العظمى؟ لا يا اخي، ما فيش امامه عظمى، يبقى الرئيس ليه ما يبقاش مسيحي؟ ما ينفعش. ليه؟ لاننا دوله اغلبيه مسلمه، والاغلبيه هو ما ينفعش يبقى الرئيس مسلم في اوروبا. لا عايز ارد على النبي اللي هو قالها، معلش قول لا اله الا الله. عايز بس سيبك من الحاجات اللي كلها في النص. البص بالنسبه لاوروبا بس تفهم ان اغلب ملوك اوروبا هو في نفس الوقت وظيفه اسمه رئيس الكنيسه، يعني ملكه انجلترا هي رئيس الكنيسه الانجليكانيه، فدي وظيفه لا تنفصل. اما انت هنا مش دوله دينيه عشان يبقى رئيس الازهر. يعني هم دوله دينيه؟ الملكه لها وظيفه شرعيه. رئيس الوزراء عادي ممكن يبقى مسلم في اي دوله في اوروبا. استحالة، مش استحالة ولا حاجة، استحالة عرفية، لكن مش استحالة قانونية. فاهم يعني ايه الفرق؟ فاهم يعني ايه الفرق؟ اثنين، الاقليات اللي في اوروبا هم ما انشأوش الدولة، يعني دول دخلاء على الاصل المسيحي للدولة، اما ما تقارنش المسيحيين دول اصحاب البلد، دول اصحاب مصر. اصحاب مصر، والله العظيم تخيل، يعني هو شريك الوطن. قلنا شريك في الوطن، يبقى مش اقلية. فاهم الفرق اللي انت بتقوله؟ ما تقارنش على اوروبا خالص. انت هناك هاجرت لهم، الراجل ده ما هاجرش، ده صاحب البلد، واحنا اصحاب البلد برضه. وماله؟ يبقى هو يبقى يبقى الدليل الكفاءة، يبقى الدليل الكفاءة. مفيش نص ديني في رئيس الجمهورية. لا. طب قول لي النص اللي يمنع نائب الرئيس المسيحي يبقى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين ثاني الكافرين. لا ده مش طبيعي. ايه بتطلع الفاضي؟ تأدب بأدب الحوار يا عم، انا بتعلم من ادبك، الحمد لله الحمد لله. طالما ادبك انا هتكلم كده. لك بالادب لا من قريب ولا من بعيد. انت والله العظيم ثلاثه اللي مصر كلها تشهد انت ما تعرفش ذره ادب، ولا عندك ذره ادب، ولا حامل قران، ولا حاجه خالص يا راجل. احنا تكلمنا في كل العالم كله يشهد عليك الحمد لله. تكلمنا، لا ما تعلمش من تكلمنا في كل شيء. نسينا الجزيه. الجزيه تكلمنا عنها. بيقول لك يخرجوا من الجيش. هو فاكر نفسه فين؟ انت فاكر نفسك فين؟ انت معاك الحصان بره؟ تأدب بأدب الحوار وإلا سلقتك بلساني. بلا تسلق ولا بتاع. أنا برضه أتحدث قدر طاقتي وأتحدث قدر طاقتي قوي ان انا على مثلي. ده انا جاي على هموت. انت هتموت والله ما يشرفني الجلوس عشان اقعد معاكش. انت اذيت كل الناس والله ما يشرفني الجلوس معك. انت ما خليتش حد ما شتمتوش. ما يشرفني الجلوس مع امثالك. في واحد لا يشرف واحد من شيخ الازهر لعيني اي حد بس يوسف اجب. الجزية انت بقول لك بس سؤال معلش. معلش الجزية. الحدود اتفضل. لا ثواني، هو اخر حاجه بس هو ما ردش عشان الوقت الله يكرمك. هو ما ردش على الامام المتغلب بالسيف. ده السؤال المهم اللي قالها رد عليه. قول لي الكلام النبي قول له الامام المتغلب بالسيف اللي لازم نسمع كلامه، يعني جبهه الانقاذ لو اتغلبت على مسلم بالسلاح لازم نسمع كلامه. قول له ده نص ديني. لو كان لها البلاد والعباد. طب ده ايه؟ نص اهو نص. بس اقرا كله. طب افهمه. طب افهمه انت. قرأته غلط. طب رد بس قول لي انت من تغلب على حاكم ظالم ودانت له البلاد. اي حاكم ما تقولش ظالم. هو قال الحاكم. طيب من تغلب ودانت له البلاد والعباد وجبت له. يعني دلوقتي جابت الانقاذ لو دانت ليها البلاد والعباد مفيش قتل ليها، هتبقى هي الحاكم الشرعي على كلام ابن قدامه. قول بس لو دانت له البلاد. انا مبسوط بيك جدا. انت بس يجب على الحاكم قتلها ان خرجت عليه. لا سيبك من الكلام ده بقى خلاص. ما هو مش هتقتل، هيغلبوه. ما تاخدش نص بقى وتسيب. هم هيغلبوه. ما تاخدش نص وتسيب. اياك والتدليس. بس انت قلت كلام ان هم لو اتغلبوا عليه بالسيف. ده كلام اهل العلم مش هم. جابت الانقاذ اتغلبت اهي وجانا فيها البدايه. قلت والله لن يكون. بس كده. مصر اسلاميه ان شاء الله ولن يكون. انا بكلمك عن كلام اهل العلم. مصر مسلمه. هي مسلمه غصب عنكم، ده انتوا اللي هتضيعوا الاسلام منها والله العظيم. اتق الله وتأدب والا سلقتك بحد لساني. هو انت وانا امسك نفسي قدر طاقتي. طول النهار في السل. لانك تستحق هذا. وانا ما عنديش لسان. لا تصمد امامي. تحت الهواء اوريك السموم. تحت الهواء اوريك تأدب. تحت الهواء والله تأدب. تحت الهواء والله لي حذاء. لا والله العظيم اقسم بالله امسح بيك البلاط. لي حذاء الباب. انت يا عيني اتدمرت. والله لي حذاء الباب. هي دي اخلاقكم. لي حذاء الباب. انا مبسوط انك بتعمل كده قدام الناس. هي دي اخلاقكم. تأدب. هي دي اخلاق. انا اعلمك الادب واعلم جماعتك كلها، بس برافو عليك انك تمسك حذائك. انا مبسوط جدا بيك. رجع عشان دليلك راح. استني اجيب. استني اجيبك. ما خلاص بقى احنا اللي قاعدينه خدناه منك. انا مبسوط جدا باللي ما قلت الا حقا ولا انت ضعت محمود. انت ضعت.
يا اخي تأدب والله العظيم، والله لن اسكت لك. والله انت ضعت، وانا تحت الهوا هوريك اللي انت مسكته ده، بس عشان الناس ما تشوفش المنظر. تحت الهوا اوعدك لحظه هوريك نوع ثاني من الهزيمه. تأدب والله، هوريك صدقني نوع ثاني والله تأدب. بس اول ما يطفي النور، عارف لما يطفي النور الظلمه اللي انت ما بتحبهاش، قلت ايه اهل المعصيه بقى ما بيحبوش الظلام، انا هوريك المعصيه في الظلام. يا اخي تأدب والا قلت لك. اتأدب انت واحترم نفسك، ده انت بتسكت جلدك يا راجل، ده انت ما عندكش ذره اخلاق، حد يعمل كده والله لا تستحق الا هذا. صح، وانا هوريك هتستحقه بس اوسخ من الجزمه شويه. اتفضل. خلاص انا اللي عايزه على فكره لا انه عم نتكلم بالدين ووصلنا اهو. اللي عايز عاوز امشي بعد كده، عندي موعد. ايوه واخرتموني ساعه عن موعدي. خلاص تخرج وقال كل حاجه. خش بقى اللي بعد. ما قلت هذا يا مدلس. التلفزيون موجود. ما قلت هذا يا مدلس. الشريط موجود، الشريط موجود. اتفضل. جينا نتكلم عن الحدود وتطبيق الحدود. في ريبورتاج لقينا معظم الناس في الشارع عم بيقولوا انه الحدود اصلا مطبقه، ان هم عاوزين يطبقوا لا وجود لهذا. يا اخي اسلامنا ليس هو الحدود، اسلامنا والشريعه الاسلاميه عبادات، معاملات، اخلاقيات، عقائد. ما هو والحدود باب من ابواب العقوبات. وليس كل العقوبات. ما هي الحدود التي تطالبون بتطبيقها نحن لا نريد تطبيق الحدود وحدها، نريد تطبيق الشريعة كاملة. هي مطبقة. ليست مطبقة، هو يدعي هذا وهو ولكن معظم الناس يقولون ما لا يرون. يقولون عندنا في دستورنا السابق لو حدث زنا بين رجل وامرأة برضا الطرفين لا مقاضاة. عندنا في الإسلام لو أتى شهود أربعة إن كان محصنا يرجم. لو أتى. وإن كان غير محصن يجلد 100 جلدة. سوني عايز أشرح حاجة بعد. إنما مع احترامي أنا تفضل حتى أرحل. برافو. والله عندي مسجد الآن. تفضل. عندنا الزنا له عقوبة، السرقة لها عقوبة، وعندنا عقوبتنا هي الرادعة، لأنها صناعة الله وأمر الله الذي خلق ويعلم من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عندكم في أوروبا من سرق حبس، والسرقة تزيد كل يوم عن يوم، ويدخل إلى السجن يتعلم الفشل ويتعلم الإساءة. أما عندنا الحدود زواجر، جوابر، كفارات. نقول من سرق ستقطع يده بشروط زجرا له، لا إرادة منا لقطع يده. أن يسرق مكلف نصابا من حرز لا ليأكل، يعني لو كان صغيرا أو غير عاقل سرق غير نصاب أقل من 500-600 جنيه نصاب، ربع جنيه ذهب. لو سرق من غير حرز حاجة في الشارع لو ليأكل، يعني قبل أن نطبق حد قطع يد السارق لابد أن نكفل حد الكفاية لأقل رجل. بمعنى لو قلنا حد الكفاية لرجل 1500 لا نستطيع قطع يد السارق إلا بعد ما يكون أقل موظف في مصر مرتبه 1500. يبقى قبل أن نطبق الحد لابد من تحصيل حد الكفاية، وليس هدفنا قطع اليد، إنما هدفنا الزجر عن السرقة. بمعنى لو أتت شبهة مع السرقة لا تقطع اليد، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات. أما حدود أخرى الهدف منها أن يستتر العاصي في معصيته، وألا يرى المجتمع المعصية مبرزة واضحة أمام الناس. ما مشكلتكم؟ حد يطبق الحدود؟ لا خلاص مرحبا، ما هذا أنا ما عنديش مشكلة، ولا حد من التيار المدني عنده مشكلة مع تطبيق هذا. التيار السلفي الإسلام السياسي بيوهم الناس إن إحنا المشكلة المزنق في الحدود، فهو يقول لك أنت ضد الحدود، مش عايز تطبق الحدود فتحط في المزنق أنت يا كافر يا مؤمن. يا أخي أنا قلت حدود، قلت مش عاوزين حدود، الحدود 1%. أنا بكلمه هو لو سمحت تتناقش معاك كلام بعد اللي أنت عملته. عن الناس. أنا بقول الشريعة متكاملة، الحدود 1% منها. طب اشمعنى عايزين تطبقوا دي أول حاجة؟ أنا قلت دي ياسر برهامي ما قالش كده. يا أخي أنا قلت دي أول حاجة. ياسر برهامي ما قالش كده. والله لم يقل هذا. ما قالش أول قوانين منتظرينها قوانين حدود. وأنت لسه جايبه في التطبيق. بقول لك ايه؟ يعني الحدود مش عايزين تطبقوها دلوقتي؟ كلها، الشريعة كلها. لا في الحدود. في حاجة اسمها وسع المجتمع، ده اللي لو عايز تسمع. في حاجة اسمها وسع المجتمع طاقته. هل الطاقة دلوقتي ان الحدود بالشكل القديم تطبق جلد وضرب وحاجات كده؟ زائد ان في حدود اصلا مختلف عليها. يعني في علماء راسخون في العلم قالوا ان مثلا حد الردة مش حد. ما فيش حد راسخون في العلم. لو سمحت هبقى اقول لك انا اسمائهم. دول مفكرين بتوع الزمان. لا طه العبد العلواني وناس ازهريين وابو زهره، الشيخ ابو زهره ده مع احترامي لحضرتك. اجماع اهل العلم على ان المرتد. ما انت قلت دلوقتي في راي غير الاجماع كويس نمشي عليه زي الخروج على مبارك. غير الاجماع، غير راي الجمهور. ما فيش اجماع، ما هو ابو زهره يا حبيبي اسمعني، ابو زهره ده اجماع سابق وليس لاحقا يا طالب العلم. لا الاجماع اللي مش لكل زمان. الاجماع سابق مش لكل زمان، ده كلام كنتوا بس في عصر الصحابه وفي عصر التابعين وتابع التابعين. نقل الاجماع على ان المرتد يقتل بعد استتابه ثلاثا. لو سمع واستتابه العمر عبد الله بن ابي السرح عمل فيه النبي. استتابه ايه؟ عبد الله بن ابي السرح ارتد وقال انا اللي بألف القرآن، قتلوا النبي؟
مش قلنا في استتابة يا أخي؟ استتابه العمر كله ولا 3 أيام؟ يا أخي لم تصل يدنا إليه، فإن وصلنا إليه على الرسول. يا أخي اسمع يا أخي بقى، مش عارف رد. عارف أرد بس أنت مدلل. النبي لم يقتل عبد الله بن أبي سرح حد رد. تاب إلى الله وأناب. تاب امتى؟ قبل أن يقام عليه الحد. امتى؟ بعد 3 أيام ولا قبل 3 أيام؟ بعد ما وصل شهرين بره المدينة. يا أخي افهم، أنت عاوز الحق ولا عاوز تدلس عن عايز بس قول لي عبد الله بن أبي سرح حصل أثر النبي دمه، ثم دخل به عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هنا وصلت يد الحاكم إليه. قبل أن نقيم الحد عليه استتابوا 3. مش صحيح. الراجل تاب في ساعتها. مش صحيح، مش كلامكم ده مش صحيح. يعني انت بتقول 3 أيام جه او قدرت عليه او ما قدرتش. 3 أيام هي الاستتابة. يستتابوا لما نوصل له. طب وفي ايه لو قلنا استتابة العمر زي ما قيل في عبد الله بن الصرح ونبطل الحدود دي نتقسم الوطن؟ انا عايز واحد يدخل الاسلام ويطلع مش بمزاجه. عاوز اسال الدكتور شعبان. لا في حاجة ثانية على الحدود معلش. عاوز اسال الدكتور شعبان سؤال اخير. ينفع واعذرني على السؤال ولكن هي اشاعة، ربما اشاعة ربما لا، كتبت في احدى الصحف بأن محاميك الخاص قدم للنيابة العامة شهادة معاملة أطفال تخصك كي يخرجك من قضية التحريض على ما فيش لي محامي أصلا. نعم. لا أعرف اسمه ولم أوكله وأنا سأقاضيه على هذا. عايز بس أكمل نقطة النبي. أنا سمعت فيها سمعت في الجرايد يعني. نعم. وسأقاضيه على هذا. لا هو محامية وأنا عملت له توكيل. نعم. في نقطة على الحدود معلش. نكمل بقى على الحدود كلها، سيبك من حد الردة أو حد الرجم اللي برضه في ناس زي الشيخ أبو زهرة برضه قال إن الرجم مش في الإسلام، والشيخ أبو زهرة راجل راسخ في العلم. نكمل بقى الحدود اللي هي هناك إجماع سبق يا أخي. كلم الشيخ أبو زهرة يا أخي اتعلم لو سمحت. أنا بكلمك عن واحد أرسخ منك 1000 مرة في العلم يا عم، ولا تعرف عن يا أخي اتعلم. لا مع بعضنا بهذه لا وجود لإجماع ينتقد إلا بإجماع. الإجماع في أهل زمان سبق الإجماع أهل زمان يا أخي، لا ينتقد الإجماع لو سمحت. خلينا بس أكمل حاجة على الحدود. والله هو قال لك ايه؟ هو قال لك ايه؟ لأنه كمان حضرتك هو قال لك ايه؟ قال لك فاضل الحدود بقى اللي هي المتفق عليها في القرآن نصا، اللي هي السرقة والقتل حلقة و2 و3 و4 وعلى راسك. لا نخاف إلا الله. يا فاطني لو سمحت. هو قال لك ايه مثلا في القانون المصري ادى يعني مثل بحد الزنا. قال لك في القانون المصري لو واحد وواحده بالتراضي ما عليهمش حاجه، وحتى في الاسلام كده، لان الاسلام لو واحد خد واحده وقفل عليه الباب ما فيش 4 شهود شافوه ما فيش حد عليه، لان حد شافه. اتق الله. هو الحد بيقام ازاي؟ غير لما 4 شهود يشوفوه. في شهود. يبقى الحد على الشهود، على ان الشهود شافوه، مش على اصل الزنا. مش على اصل الزنا. يقول لك الزنا يا اخي اتق الله. الزنا لو حد قفل عليه بابه بالرضا ومحدش شافه هيتجلد؟ هيتجلد ازاي؟ لو اعترف مش هيعترف، مش مجنون هو. لا نقيم الحد الا على عندنا عاوز كلمه اخيره. والله دكتور شعبان عاوز منه هذا. لا ما يبيحوش، عندنا حرام. القانون بيعتبره جريمه. عاوز منك كلمه اخيره. هو اللي جريمه مش الزنا اللي جريمه. لا عاوز منك كلمه اخيره بس اتفضل. عاوز منك كلمه اخيره. لمين؟ للمشاهدين للراي العام. نحن نبحث عن شريعة متكاملة، عبادات، معاملات، أخلاقيات، عقائد، يعطى فيه كل ذو حق حقه. إخواننا في الوطن النصارى لهم منا حقوق عنوانها البر والقسط، والبر كلمة جامعة لكل خير، والقسط يعني العدل، ينتظرهم الخير، لن يظلموا أبدا، لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات. إنما ما اختلفنا فيه في الولاية العظمى أو رئاسة البلد هذا لا يجوز، وفي البلد الأخرى في أوروبا عندهم هذا لا يجوز وعندهم شروط هذا. نعم يا أخي نعم اتفضل اتفضل يلا. وأقول مصر لن تنصلح إلا بشرع الله الذي هو كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، والحدود جزء ضئيل. شكرا دكتور كمان بشكل مقتضب. الشريعة مطبقة أصلا. ما كناش دولة كافرة عشان يدخل الإسلام جديد. ما كناش قريش كفار مكة. 2 الشريعة مطبقة بنسبة 99%، وده طبيعي في أي دولة ما تطبقش ال1% الناقص، يعني إن في وسع للمجتمع. 3 المسيحيين الكفار أو النصارى أو أي حاجة بقى هو قالها لهم ملامة، لأن غير رئاسة الدولة غير الإمامة العظمى، ده موضوع التيار السلفي مش عارف يهضمه. وحتى أهل الحل والعقد هم بالنسبة لهم مهانين، الأزهر كله علماني والأزهر مش عارف إيه وشيخ الأزهر مش عارف إيه. فوق رؤوسك. فوق رؤوسك أنت. المهم آخر حاجة بقى أنا عايز أقولها إن أنا احتملت والله العظيم القعاد معاه بهذه الأخلاق بس عشان أوري الناس إن علمه ضئيل وأخلاقه أوحش أخلاق، لكن أنا أقدر أرد أكتر من اللي قاله. تأدب والله. شكرا لحضوركم دكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بجامعة الأزهر، ودكتور إسلام البحيري رئيس مركز الدراسات الإسلامية في مؤسسة اليوم السابع. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.